العقد خلص ولسه في شيكات. تعال احكي لك الموضوع زي ما بيحصل في الحقيقه. انت تعاقدت مع شركه ودفعت اقساط، والشركه مسكت شيكات للضمان. طبيعي عدى الوقت، يا اما خلصت الاقساط يا اما العقد اتفسخ يا اما القصه اتقفلت، بس اتفاجئت ان لسه في شيكات عند الشركه. وهنا بقى بنسال سؤال بسيط: ما دام خلصت ليه لسه في شيكات موجوده عندهم وانت اصلا دافع قيمه الشيك؟ وساعات كمان بيكون معاك ايصال بقيمه السداد بس الشيك لسه ما رجعش. المشكله مش دلوقتي، المشكله لو بعدين حد من الشؤون القانونيه في الشركه غلط وقدم الشيك. ساعتها انت اللي تدخل في حوار تحقيق وجنحه وحكم غيابي ووجع دماغ. انت هتثبت انك سددت، بس ليه تستنى غلط يحصل وتجري عشان تصلحه؟ ما دام انت مخلص من حقك الشيكات ترجع لك. والحل مش خناق ولا شد، الحل ورق القانون اسمها دعوى الزام بتسليم شيكات، تقول فيها العقد خلص او اتفسخ وان الاقساط اتسددت والشركه رافضه تسلم لي الشيكات، وتطلب صراحه الزام الشركه بتسليم الشيكات. والحقيقه ان القضيه دي بسيطه، وفي اغلب الحالات الشركات بتفضل انها تسلم الشيكات من اول جلسه عشان تقفل الملف، ما تسيبش ورقه ممكن تتقدم ضدك حتى لو انت مخلص ومعاك ايصال انك سددت. وافتكر دقيقه فهم احسن من سنه في المحاكم.